ازيكم يا شباب واهلا بكم في فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف تماما 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 الف تماما عن كل الفيديوهات اللي قبل كده، لان المره دي انا هاخدكم معايا في الفيديو ده علشان اوريكم مطعم بيتزا بافلي كريب، واشرح لكم واحكي لكم. والنهارده يوم بقى كده كله بتاعكم، اليوم كله النهارده بتاعكم. انا جاي لكم هنا مخصوص علشان اخدكم معايا اوريكم احنا بنعمل ايه، سواء بيتزا او سواء كريب. وكمان اعمل لكم عرض مخصوص ليكم انتوا اللي في قناه اليوتيوب. و تعال بس يعني. ده المكان زي ما انتم شايفينه كده. ده انا مالكوش دعوه بيا. وهنا ويلكم تو ايجيبت. ليه بقى ويلكم تو ايجيبت؟ عشان اللي بيجي هنا لازم ياكل كويس. ازيكم يا شباب، اهلا بيكم من فيديو جديد. فيديو النهارده مختلف تماما زي العاده، بس المره دي بقى انا ايه، فضيت لكم شويه وقلت اما اجي اتكلم معاكم. معلش، عارف ان انا متاخر عليكم، عارف ان انا منزلش فيديوهات، بس زي ما انتم شايفين ايه، يعني مشغول بصراحه، مش بايد اي حاجه. التصميم اللي انتم شايفينه ده قولوا لي رايكم قبل اي حاجه في التعليقات، لانه لوحده خد له فتره كبيره قوي علشان يخرج بالشكل اللي انتم شايفينه ده. حتى لو انا عارف ان القماشه مكرمشه مش مشكله، بس يعني عادي عدوالي، لما افضى هبقى اكويها. عموما النهارده انا جاي اكلمكم في انا ازاي عرفت اوصل للمكان هنا، وان انا ابقى عندي الحمد لله، يعني الحمد لله فضل ونعمه من عند ربنا، وفضل ونعمه من كرمه ان هو انعم عليا بان انا افتح اول مشروع ليا في ايطاليا، وهو بيتزا بافلي كريب. انا بقى عشان اوصل للي انتم شايفينه ده، انا طبعا شفت حاجات كتير قوي 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 قوي. وهي بدات ايه بقصه البحر، قبل كده شويه كمان بدات في الجامعه في الزقازيق، لما حكيت لكم ان انا ايه قررت انا واصحابي ان احنا ايه ناخد بعضنا ونمشي يعني ونسافر ونهاجر لايطاليا وكده. يعني انا هفكركم بالموضوع ان انتوا ترجعوا تشوفوا في القناه في الفيديوهات اللي قبل كده، هتلاقوا فيها الرحله بالتفصيل حرفيا. يعني بالنسبه لي دي التفصيل الممل، او اكتر من كده ما اعرفش. بس يعني ما علينا، ايه ان انا عايزكم ايه ترجعوا تشوفوا الفيديوهات اللي قبل كده علشان تبقوا متابعين معايا او تاثروا على نفسكم طريق كبير. بس يعني الناس اللي ما شافتهاش والناس اللي ما عندهاش وقت، فانا حمد عندي 22 سنه، بدرس هندسه ميكانيكا في ايطاليا، وعندي بيتزا بافلي كريب، مطعم بيتزا وايطاليه وكريباريه مصريه. فتشرفوني اي قبل اي حاجه. عموما العنوان في اتسانو سان باولو بيرجامو ايطاليا. اكتب بس بيتزا بافلي كريب هيخرج لك على جوجل على طول. فخلاصه الكلام يعني، هي بدات من اول ما خدنا بعضنا وايه وقررنا ان احنا نسافر ونيجي ايطاليا. عدينا الاول بالصحراء ما بين مصر وليبيا، وبعد كده قعدنا 40 يوم في ليبيا. طبعا حكيت لكم فيهم حاجات كتير قوي، وعرفتكم ان انا مهما حكيت مش هخلص، لان 40 يوم بدات بقى الرحله. انت وحيد في بلد غريبه، تعرفهمش ما يعرفكش، عاداتهم وتقاليدهم وثقافتهم ومجتمعهم وكل حاجه حرفيا مختلفه عن مجتمعنا وتقاليدنا وكل اللي احنا نعرفه، كل اللي اتربينا عليه. فانت مضطر تبدا من، يعني انت اكنك لسه مولود. انا مثلا كنت جاي هنا وانا عندي 19 سنه، ويعني ما بيجيش يوم كويس، ده ممكن اول سنه يبدا يهل ان هو يجيب حاجه كويسه. كانت السنه دي يعني، يا رب يا رب يا رب دي نعمه، لان الواحد شاف كتير ومش عايز يشوف اكتر من كده، كفايه اي يعني، خلاص دماغه بقى هتفوت وهيبقى مريض نفسي. ما علينا، عدينا بقى البحر وبدانا الرحله. قلت لكم ان احنا توزعنا، وحكيت لكم برضو ان انا اشتغلت بدات اتعلم البيتزا مع مصريين، ولكن المصريين هم في كل حته، هم اساس كل حاجه. فيعني حتى لو كان الموضوع صعب في قصه التعلم والكلام ده، وبرضه اشتكيت لكم يعني وبشتكي تاني، في نفس الوقت جاب فايده. حكيت لكم ان بعد سنه رجعت له اللي هو اللي معلمني. يعني هقول لك على حاجه الاول، بص، حب الخير لغيرك الخير يحب يجيلك، وتكره الخير لغيرك الخير يكره يجيلك. تمام؟ وكما تدين تدان ولو بعد حين. ولو اجتمع الناس على ان يضرك بشيء لن يضرك الا باذن الله، ولو اجتمعوا برضه على ان هم ينفعوك بالعكس مش هينفعوك برضه الا باذن الله. خليك فاهم ان كل واحد نصيبه موجود في الحياه. فاهم ازاي؟ ما تشغلش دماغك بغيرك ولا باللي عندهم ولا بيعملوا ايه ولا ما بيعملوش ايه. اشغل نفسك باللي لك، واعرف ان كل واحد بياخد رزقه في كل الاوقات في كل حين، حتى لو هو حرفيا في قلب البحر. يعني علم منا الجنة من الصحراء، ويعلم منا الجنة من اللي شفناه في ليبيا. يعني خلاص المايه كانت خلصت وما كناش شايفين امل، وكنا حرفيا بنغرق، وكنا قاعدين خمسه يجوا الناحيه دي وخمسه يجوا الناحيه دي وخمسه يجوا الناحيه دي وخمسه يجوا الناحيه دي. وفي الاخر جينا وصلنا. ده يعني ده حبيت ان انا اقوله لكم. بالنسبه بقى ايه للشغل، فهنا في ايطاليا انت محتاج تبقى معاك صنعه. قبل اي حاجه انت محتاج تبقى معاك صنعه ايا كانت. سيبك من اللي يقول لك المعمار بس والبيتزا بس والكلام ده بس، لا، اي صنعه ايا كانت هتفيدك.
لان انت من غير صنعة ما عندكش تقريبا اي اختيارات غير الشركات والمصانع. برضو حاجة تانية، الناس اللي بتفكر ان الشهادات ملغية، مش حقيقة. يعني انت ممكن تعمل معادلة لشهادتك وتطلع مناسبة هنا وان انت ينفع تشتغل بيها، بس المشكلة مش في الشهادة نفسها ولا انت متخرج ايه، المشكلة في ان انت هتشتغل بيها ازاي وانت ما بتتكلمش اللغة بتاعت البلد. انا لسه قايل لك انت اكنك لسه جاي ايه، طفل جديد لسه جاي البلد. فهتشتغل بيها ازاي؟ صعب. مش ان هو يعني اي حاجه كده وخلاص، لا. ولكن انت لو بتتكلم انجليزي كويس او لغه تانية زي فرنساوي او الماني او اسباني او كده، ده طبعا بيزود فرصك كتير قوي. تمام، ده بالنسبه لان انت تشتغل هنا. انت تقدر ان انت تقدم على منحه عادي جدا، تعمل معادله لاوراقك وتعمل شهادات باللغات اللي انت بتتكلمها، ولو حتى مش شهادات رسميه ممكن تعمل علاقات بيها تفيدك. والعالم مفتوح، السوشيال ميديا ما خلاش اي حاجه، فاهم؟ فانت دلوقتي يعني احنا في 2026، فاهم؟ انت مش محتاج تروح مثلا تعدل اللي تاخد تعمل شبه الفايكنج بقى وتاخد المركب وتسافر بيها زي لا مؤاخذة ما احنا عملنا، لا مش صح، فاهم؟ انت بكل سهوله ممكن تاخد بعضك وتروح السفاره تعمل الاوراق ومحدش يلومني. انا يا جدعان قلت لكم انا ما كنتش اصلا يعني ما اعرفش، قررتها زي والله ما لقيت تفسير ولا سبب، فاهم؟ بس يعني كله من عند ربنا. ده بالنسبه للناس اللي معاها شهادات، وبالنسبه اللي هي تعدل ورقها عندهم فرصه كبيره قوي في ان هم يتقبلوا وياخدوا فيزا. تمام، فانت تقدم وهتاخد الفيزا باذن الله، سياحه بقى، عمل، على شغلك، اي حاجه فيها حاجه كبيره قوي. ولكن انت تكون بتتكلم لغه، ما تكونش معاك شهاده بس ملهاش لازمه، ولا كنت معدي بالامتحانات كده عشان صاحبك بالحب كان بيعدي لك الدنيا ومحسسني ان انت ايه، خارق وبتطير في الجو. ما حصلش. طالما مش خارق وبتطير في الجو ما توهمش نفسك. الوهم دي حاجه وحشه برضه، ما توهمش نفسك. مش محتاج توهم نفسك، كل واحد باللي قدامه، فاهم؟ انت مش هقول لك بص تحت رجليك، انا هقولها لك باسهل من كده. هقول لك ربنا ما طلبش منك عباده بكره، فانت ما تطلبوش برزق بكره. انت اعمل الخير في الوقت اللي انت فيه وتاكد 100% ان هو هيرجع لك بطريقه او بالتانيه، سواء عن طريق حمد او سواء عن طريق علي او سواء عن طريق محمود او سواء عن طريق اي حد. اللي انت بتعمله هيرجع لك دلوقتي او بعدين. مش معنى ان انت تقابل ناس كتير وحشه معناها ان كل الناس وحشين. كل واحد شخصيته، مع كل واحد قصاده بيتعاملوا بيتحاسبوا. انا دلوقتي راجل جاي جديد وعايز ابتدي في خطوه ان انا افتح اي مشروع، ايه النصايح اللي تحب تقدمها لي؟ ما تخافش، توكل على الله. لو انت شايف ان انت قادر، شايف ان انت هتعرف تعمل كده، يعني ما تخافش. انت لو لسه جاي جديد فانت ما تعرفش اي حاجه، سمحت لك فرصه في ان انت تعمل كده ما ترجعش فيها. الفرص ما بتتعوضش. يعني انا عن نفسي دايما قلتها، اما بتجي لك فرصه انت هتتك عايزها يا مش عايزها. انت بتقرر في اللحظه اصلا اللي بتستلم فيها الفرصه. لو خدتها فهي بتاعتك، ما خدتهاش مش بتاعتك، ما تدورش عليها تاني. انا داخل البلد دي حافي، اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله اقسم بالله كمان مره حافي. داخل اول نازله من المركب على ارض ايطاليا ما كنت حافي، حافي خالص، حتى الشراب ما كنتش لابسه. الدنيا دايما طالعه ونازله. الفكره بقى وهي في النازله على حسب هي بتنزلك فين، ممكن تنزلك جامد قوي النازله انت مش عامل حسابها. صح. ففي النازله دي تعميق اكنها غشاء على عينك. انت في الفتره دي بتحارب نفسك. عرفت تشوف الحلو هتلاقيه، عرفت تشوف الوحش هتلاقيه. بتدور على الحلو هتلاقيه، بس بثقه في ربنا قبل اي حاجه. انت ممكن تستثمر في نفسك في ان انت تتعلم ذكاء اصطناعي او اي حاجه. انا على فكره يعني انا كنت عامل فيديو كليب كله بالذكاء الاصطناعي لاغنيه كنت كاتبها بالايطالي ونزلتها، بس يعني ما كانتش عاجبه فمسحتها. اللي انا اقصد اقوله لك ان انا عملت فيديو كليب كامل، وكنت انا على فكره الشخصيه فيه كنت حاطط شخصيتي انا فيه. قليل قوي اللي بيعرف يختار صنعته اصلا. اصل انت جاي يا ابني انت صفر، فاهم؟ انت جاي صفر 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 صفرين، مالكش في اي حاجه. انت اصلا اللي سايبك مصر وجابك هنا في الغالب، طالما انت قلت هيزعل ناس كتير، انت في الغالب ما كنتش عندك صنعه، يا اما حياتك ما كانتش احسن وضع، يا اما اللي خلاك تيجي ترمي نفسك في البحر وتيجي اكيد ان كانت في حاجه ما كانتش مظبوطه. ده ما فيش فيه نقاش، ما فيش فيه اختلاف. ده اكيد 100% كانتش في حاجه مظبوطه. ايه هي بقى؟ كل واحد وعلى حسب ظروفه. ممكن واحد يبقى حياته الدنيا جميله وابوه معاه فلوس الدنيا والاخره، وفي يوم واحد يقول له خد بعضك وامشي. لا، واحد صاحبي اعرفه كان ابوه متجوز واحده تانية يعني، فاهم؟ وفي يوم وليله حرفيا زي ما كنت بقول لك كده كان عايش حياه ملوك، وفي يوم وليله كل حاجه اختفت، بقى عايش في الشارع يعني، فاهم؟ بس هو شاطر لدرجه ان هو عارف ان هو يقف ايه،
على رجله. انا بقى هفصل معاكم كده، ناخد باوزه عشان في سامعين جه اوردر، هخلصه واجي لكم. وبس كده، ده اللي انا كنت عايز اقوله. لو عجبك الفيديو ما تنساش تعمل لايك وسبسكرايب وتفعل زر الجرس علشان يوصلك الفيديوهات اللي جايه، لانها دمار دمار دمار. عموما العرض بقى لو انت جيت المكان هتاكل لحد ما هتشبع. فانا مستنيك في بيتزا بافلي كريب هنا زي ما قلت لكم، تحت الكومبونيتا اتسانو سان باولو، بيرجامو ايطاليا، باسبيتو فينيتي. تعالوا بقى، انا مستنيك. وانا الكلمتين دول بقولهم بايطالي لان ما حدش كده كده هيجي لي هنا غير اللي قاعد في ايطاليا. او عموما انت لو كتبت بس بيتزا بافلي كريب على جوجل هيخرج لك، فالعنوان ما يتوهش. ولو انت قاعد هنا في المنطقه وعارفني ومتابعني، فاحب اقول لك شرفني برضو في اي وقت. ولو انت مكسل او مش عايز تعدي عليا، فعندنا ممكن تطلب من جلوفو او دليفرو ويوصلك لحد باب البيت، وفي العروض كمان موجوده على الابلكيشن. سيب لي بس كومنت في التعليقات قول لي ان انت جاي وانا عنيا ليك. اشوفكم الفيديو الجاي، مع السلامه.